مساء الخير حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى بمناسبه بقى ان الشتاء دخل والجو برد شويه، هنعمل بقى ايه؟ شعريه باللبن. شتاء يعني شعريه باللبن. الناس اللي محبين الشعريه باللبن زي هنا معايا، هننزل بطاسه على النار وهننزل بيها، هننزل في الطاسه بقطعتين من الزبده. لا تستخدمي زبده لا تستخدمي سمنه بلدي، غير كده طعمها مش هيبقى حلو. ما انصحكيش تعمليها بالزيت، لو عملتيها بالزيت طعمها مش هيبقى حلو. هنا معاكي يا زبده او سمنه بلدي. هنا هنبدا، نزلت بالزبده في الطاسه وهبدا اسيحها، وبعد كده هنزل بعد ما تسيح هنزل بالشعريه بتاعتي. هنا خلاص الزبده ساحت معايا، وبدات انزل بالشعريه بالكميه اللي تناسبك حسب ما انت تحبي. احنا بنحبها بعمل نص كيس شعريه. هنا نزلت بالشعريه، وهتوطي النار بتاعتك عشان الشعريه ما تتحرقش، عشان تديك اللون الجلد الحلو وتبقى كلها لون واحد وتبقى لونها حلو. انما لو عليت عليها النار ممكن تشعوط منك وتبقى فيها ريحه ان هي محروقه. هنا خلاص الشعريه حمرتها كويس جدا على نار هاديه وادتني اللون الجلد اللي انتوا شايفينه ده. بصوا جميله جدا، حلوه قوي 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 في الشتاء وبتدفي جدا. هنا انا ما بنزلش بقى بالحليب على طول اسويها في الحليب عشان ما تاخدش وقت، لا بنزل بحبه من الميه، نص كوبايه من الميه، بخليها تستوي فيها برضو على نار هاديه، وبعد كده بنزل بالحليب بتاعي. هنا نزلت بنص كوبايه من الميه زي ما انت شايفه كده، ووطي عليها، غطي عليها ووطي عليها، هتستوي معاكي على طول. كده بقى ايه الشعريه اهيت استوت معايا وبقت جميله، وبصوا لونها جلد وحلوه ازاي اهي. خلاص كده شربت الميه، انزل بقى بالحليب. الحليب معايا سخن، تنزلي بالحليب بتاعك زي ما انت شايفه كده. لو عندك معلقه قشطه حطي معلقه قشطه، ما عندكيش هو اصلا الحليب اللي هو اللي بيجي من عند اللبان بيبقى دسم وفيه قشطه وحلو. هوطي عليها 5 دقايق، وبعد كده ايه هنزل بالسكر حسب الرغبه زي ما تحبي. تنزلي بقى بالسكر وتقلبي وتوطي 3 دقايق بالظبط وتطفي عليها، لان هي اصلا استوت معاكي. خلاص الشعريه خلاص كانت خلصت معانا، وشوفوا الجمال، شوفوا لونها، طعمها كان خطير. الشتاء بيحب الحاجات الدافيه وبيحب الحاجات السخنه، وانا هحاول انزل لكم ان شاء الله فيديوهات حاجات سخنه في الشتاء. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.